يبدو أن صفقة النجم البرازيلي لم تكتمل بعد، فرغم تواجد بيدرينيو في المغرب منذ أسبوع وأكثر، إلا أن فريق الوداد لم يشركه في أي مباراة، نظرا لأن النادي البيضاوي لم يتوصل بعد ببطاقة اللاعب الدولية التي تماطل فريق كورينثيانز في إرسالها. وتصدر الإشارة إلى أن الوداد حصل على اللاعب مجانا، كون عقده ينتهي هذا الصيف. كما اتفق الناديان كورينثيانز والوداد على الاستفادة الفريق البرازيلي من نسبة 20% من بيعه مستقبلا. ويبدو أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستدخل على الخط وتراسل الاتحاد البرازيلي لتعرف سبب المماطلة التي نهجها الفريق البرازيلي، حيث تأخر كثيرا في إرسال بطاقة اللاعب الدولية، خاصة أن النادي الوداد الرياضي يريد أن يقحم اللاعب في كل المباريات التي سيلعبها هذا الموسم.